السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع الجزء 18 في بيان الكلمات المختلف فيها بين روايتي شعبة وحفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية. يبدأ الجزء مع بداية سورة المؤمنون، ففي الآية رقم 14 يقرأ فيها شعبة بالإفراد في لفظ عظاما هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. ويقرأ حفص بالجمع فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. طبعا في رواية شعبة الإفراد يراد به الجنس، وفي رواية حفص وفق بين اللفظ والمعنى لأن عظام الإنسان كثيرة. طيب ننتقل إلى الآية رقم 21 يقرأ فيها شعبة كلمة نسقيكم بفتح النون كما أخذنا سابقا في سورة النحل، فيقرأ هكذا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. ويقرأ حفص نسقيكم مما في بطونها هكذا. طيب في الآية رقم 27 كلمة كل يقرأ فيها بدون تنوين كما أخذنا في سورة هود، فيقرأ هكذا شعبة: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. ويقرأ حفص فاسلك فيها من كل زوجين اثنين هكذا. طيب في الآية رقم 29 يقرأ شعبة هكذا: وقل رب أنزلني منزلا مباركا. ويقرأ حفص منزلا مباركا. فقرأ شعبة بفتح الميم وكسر الزاي اسم المكان من نزل منزلا. ويقرأ حفص بضم الميم وفتح الزاي مصدر أنزل إنزال ومنزلا أو موضع إنزال. طيب في الآية رقم 35 يقرأ شعبة بضم الميم في كلمة متم كما أخذنا سابقا، فيقرأ هكذا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. ويقرأ حفص متم وهكذا في كل القرآن. طيب في الآية رقم 82 من ربع ولو رحمناهم أيضا كلمة متنا، فيقرأ شعبة بالضم: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. ويقرأ حفص متنا هكذا. طيب في الآية رقم 85 كلمة تذكرون بالتشديد كما أخذنا سابقا لشعبة، فيقرأ هكذا: قل أفلا تذكرون. ويقرأ حفص تذكرون هكذا. في الآية رقم 92 يقرأ شعبة هكذا: عالم الغيب والشهادة. ويقرأ حفص عالم الغيب والشهادة. فقرأ شعبة بضم الميم جعله خبر لمبتدأ محذوف أي هو عالم. ويقرأ حفص بكسر الميم جعلها أو جعل الكلمة صفة لله أو بدلا منه. طيب في الآية رقم 110 يقرأ شعبة بإدغام الذال في التاء، الذال الساكنة في التاء المتحركة كما أخذنا سابقا، فيقرأ هكذا: فاتخذتموهم سخريا. ويقرأ حفص فاتخذتموهم سخريا هكذا. انتهينا بفضل الله تعالى من سورة المؤمنون وما زلنا في الجزء 18 وننتقل إلى سورة النور. في الآية رقم 1 كلمة تذكرون يقرأ شعبة لعلكم تذكرون. ويقرأ حفص لعلكم تذكرون. طيب في الآية رقم 6 يقرأ شعبة بنصب كلمة أربع هكذا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طبعا على معنى فواجب شهادة 4 شهادات، ويقرأ حفص بالرفع هكذا: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، على أنه خبر مبتدأ. فشهادة أحدهم مبتدأ و4 خبر. طيب في الآية رقم 9 يقرأ فيها شعبة بالرفع في كلمة والخامسة، فيقرأ هكذا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويقرأ حفص: والخامسة أن غضب الله عليها. فقرأ شعبة بالرفع على أنها مبتدأ، وجملة أن غضب الله عليها خبر. وقرأ حفص بالنصب على تقدير وتشهد الشهادة الخامسة، وجملة أن غضب الله عليها بدل. طيب في الآية رقم 20 يقرأ فيها شعبة كلمة رؤوف كما أخذنا سابقا هكذا: وأن الله رؤوف رحيم. ويقرأ حفص رؤوف رحيم هكذا. طيب انتقل إلى ربع يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا في الآية رقم 21 خطوات وتكررت مرتين، فيقرأ شعبة كما أخذنا سابقا بسكون الطاء، فنقرأ هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ويقرأ حفص بضم الطاء هكذا: لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. طيب ننتقل إلى الآية رقم 27 كلمة بيوت، وتكررت في هذه السورة كثيرا، والقاعدة ثابتة في كل القرآن: يقرأ شعبة بكسر الباء وحفص بضم الباء. فيقرأ شعبة في الآية رقم 27 في الموضعين هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ويقرأ حفص بيوتا غير بيوتكم هكذا. طيب في طبعا إلى نهاية الآية يقرأ شعبة في الآية رقم 27 في نفس الآية أيضا كلمة تذكرون، فيقرأ هكذا: لعلكم تذكرون. ويقرأ حفص لعلكم تذكرون هكذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 29 وأيضا فيها كلمة بيوت، فيقرأ فيها شعبة هكذا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ويقرأ حفص بالضم بيوتا غير مسكونة هكذا. طيب في الآية رقم 31 التي فيها ابتداء من قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هكذا. وقال أيضا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن وصلنا إلى قول الله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة. يقرأ فيها شعبة غير أولي الإربة، فيقرأ هكذا: أو التابعين غير أولي الإربة، أي بفتح الراء جعله استثناء أو حالا. ويقرأ حفص بكسر الراء: أو التابعين غير أولي الإربة، أي جعلها صفة للتابعين. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 34 كلمة مبينات مثل كلمة مبينة التي أخذناها سابقا في سورة النساء.
فيقرأ شعبة بفتح الياء وحفص بكسر الياء، فيقرأ شعبة هكذا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ويقرأ حفص مبينات هكذا. في الآية رقم 35 عندنا كلمة دري وعندنا كلمة يوقد، فيقرأ شعبة هكذا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة، ويقرأ حفص دري يوقد من شجرة مباركة. أي قرأ شعبة بياء ساكنة مادية بعدها همزة مضمومة منونة من درأ إذا طلع مفاجأة. وقرأ حفص بتجديد الياء مضمومة منونة على أن أصلها دري، وأبدلت الهمزة ياء وأدغمت في الياء، وهو نسبة الكوكب إلى الدر لصفائه. وقرأ شعبة توقد بتاء تأنيث مضمومة، وذلك بإسناد الفعل إلى الزجاجة أو إلى المشكاة. وقرأ حفص بياء تذكير مضمومة بإسناد الفعل إلى المصباح. طيب في الآية رقم 36 بيوت أيضا يقرأ فيها شعبة بالكسر، وفي هذه الآية أيضا كلمة يسبح يقرأ بفتح الباء، فنقرأ هكذا لشعبة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. طبعا يسبح هنا بنى الفعل لما لم يسمى فاعله. ويقرأ حفص: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، أي قرأ بكسر الباء في كلمة يسبح، بنى الفعل للفاعل وهو طبعا رجال في بداية الآية التي بعدها. آية رقم 46 طبعا نحن في ربع الله نور السماوات والأرض. في الآية رقم 46 أيضا كلمة مبينات، فيقرأ شعبة هكذا: لقد أنزلنا آيات مبينات، ويقرأ حفص مبينات هكذا. طيب في الآية رقم 52 كلمة يتقه، يقرأ فيها شعبة بكسر القاف وسكون الهاء هكذا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طبعا أخذنا سابقا كلمات لشعبة نوله ونصله في سورة النساء، وهنا على نفس النهج أيضا. ويقرأ حفص بسكون القاف وكسر الهاء دون صلة، والسكون طبعا في القاف يعني نوع من أنواع التخفيف، فيقرأ هكذا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هكذا. طيب ننتقل إلى الآية رقم 55 في ربع وأقسموا بالله جهد أيمانهم. في هذه الآية توجد يعني كلمتان لشعبة، فنقرأ هكذا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شوفوا انتبهوا، استخلف، ويقرأ حفص كما استخلف الذين من قبلهم. ونكمل الآية: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم هكذا. ويقرأ حفص وليبدلنهم، أي أن في كلمة استخلف قرأ شعبة بضم التاء وكسر اللام، بنى الفعل لما لم يسمى فاعله وحذف الفاعل للعلم به وهو الله.
وطبعا في رواية حفص بفتح التاء واللام معا، بنى الفعل للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وفي مناسبة لقوله لا يستخلفنهم. طيب في الكلمة التي بعدها في نفس الآية يبدلنهم ولا يبدلنهم لشعبة، أي سكون الباء وتخفيف الدال جعله مضارع أبدل. وفي رواية حفص ولا يبدلنهم بفتح الباء وتشديد الدال جعله مضارع بدل، هكذا. طيب ننتقل إلى الآية رقم 58. كلمة 3 عورات يقرأ فيها شعبة بالنصب هكذا: ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. ويقرأ حفص: ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، أي أن في رواية شعبة جعله بدلا من قوله 3 مرات التي في الآية، ولأجل ذلك يستحب الوصل لا الوقف كما فعلنا في القراءة. وفي رواية حفص جعله خبر لمبتدأ محذوف، أي هي أوقات 3 عورات، هكذا. طيب في الآية رقم 61 كلمة بيوت تكررت في هذه الآية كثيرا، وطبعا في كل المواضع بكسر الباء في رواية شعبة وبضم الباء في رواية حفص. فهكذا نقرأ في رواية شعبة: بسم الله الرحمن الرحيم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، هكذا إلى نهاية الآية. فكل مواضع بيوت التي ذكرناها الآن بكسر الباء لشعبة، وحفص ستكون بالضم بيوتكم، هكذا في كل المواضع. طيب ننتقل إلى سورة الفرقان، لأننا انتهينا بفضل الله تعالى من سورة النور، فننتقل إلى سورة الفرقان، وما زلنا في الجزء 18. في الآية رقم 10 في سورة الفرقان يقرأ شعبة هكذا: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ويقرأ حفص: ويجعل لك قصورا، أي أن شعبة قرأ بضم اللام وإظهارها على الاستئناف، أي وهو يجعل، وقرأ حفص بسكون اللام، طبعا نظرا لجزم الكلمة مجزومة على وجه العطف على جعل، وهذه لغة أو لغة من يجزم جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيا، وهي لغة فصيحة في كلام العرب. طيب ننتقل إلى الآية رقم 17 يقرأ فيها شعبة بالنون: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، هكذا. طبعا الخروج من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة على طريق الالتفات، وهو ضرب من ضروب البلاغة كما أخذنا سابقا. ويقرأ حفص بالياء: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. طبعا هنا حمل يحشرهم على ما قبلها في قول الله تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا.
طيب في الآية رقم 19 كلمة تستطيعون يقرأ فيها شعبة بالياء. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، ويقرأ حفص بالتاء فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي أن في رواية شعبة بالياء حمله على ما عبدوه من دون الله، والمعنى فما يستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا لكم. وفي رواية حفص بالتاء حمله على ما قبله فقد كذبوكم بما تقولون، وأيضا على ما بعده في قول الله تعالى ومن يظلم منكم، والمعنى فما تستطيعون صرفا للعذاب. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الجزء، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع الجزء 19. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.